السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير الجميع واسعد الله مساكم. يلا حي يلا حي الحواة الغانمة كلهم باسمه. من أروع ما قريت وسمعت في شرف الخصومة وكبار الذوات اللي حصل بين تركي بن حميد العتيبي وابن قرملة وابن هادي القحطاني، وألف نعم منهم، اثنينهم أمراء واثنينهم شيوخ وعلمهم غانم. حصل خلاف طبعا بين الشريف وبين ابن قرملة في موضوع كان يطلبوا عليه الشريف، او انه سواله دعوة، ولو كاد انه في الواجب افرق الوضع متقصد يعني يحرج ابن هادي. فقام ابن هادي وقال له وش هذا يا الشريف؟ قال له واجبك. قال له لا ما هو واجبي، وانت او انك تواسي بين الموجودين الشيوخ القبائل ولا ما تميز شخص عن شخص. فقال له انت ما تعلمنا الواجب. فقال له ابن هادي ان عليك مردود النقع. فقام فزي انه جيش عليه جيش، فقام ابن قرملة فزع من يمين ويسار، وكاد انه استعان بشافي امير الهواجر ابن مسفرة وابن شبعان اخو نجله، وارسل عليه واحد ينقال له شلاش، وقال له طريقة كيف تفزعه، ولكن قال اذا ضايقته ترى الرجل اي شيء بيده يضربك شلفه، اي شيء خلك منتبه وخلك حذر. ف يوصيه يقول له يا شلاش ان جيت شافي سلم على نمرة المهارة الملابيس، الصوت الاول ما هو بكافي لين يجي له 3 مراويس. يقول له والنهض نمرة المهارة الإعجافي فاخذ احذرك لحضر عنده إبليس. لو كاد إنه وصل له وكان فيه، فلو كاد إنه حصل ما حصل بينهم من النقاش، والمهم إنه قال له خلاص إحنا معاكم، وبلغ ابن هادي. لو كاد إنه فزع معهم وانتصر أنت يا ابن هادي في هذه المعركة. فبسط نفوذه تقريبا على منطقة نجد، وقال ان اي شيخ يبي ينزل في هذه المنطقة لازم يستأذن. يقولون نزل ابن حميد هذاك اليوم وارسل عليه قال له انه ما يصلح، وجاه حصل بينهم نقاش. وكاد قال له شوف يا ابن هادي عليك مردود النقة وانا رايح. وكاد وصل وكتب له مكتوب يخاطبه فيه، يقول يا زبن كرب على فوق ما يرفع النوب، حراير يا زبن مثل الهله مرباعهن ما بين ظلم والكموم، ومن السفايف يرمحن على ظله. يقول له تلفي على شيخ يا زبن يكسر القوم شيخ وشيخان القبايل تدله. يقول له والنصيت ابن هادي زبن كل مضيوم، زبن الدخيل اللي مخيف المحله. شوف كبار الذوات وكيف يمدحون بعض. يقول له وان جيت ابن هادي يا زبن، وان جيت ابن هادي يا زبن ملزوم تعطيه مكتوبي وبسطه سجله. وان جيت النضو يا زبن معسوم رد الخبر يا زبن والنضو خله. يقول اديت له 4 قحص والخامسة توم، وقعود زبن اللي بقاه ما حصل له. يقول له واليوم له عندي من الخيل حثلوم، مثل البرد في مزنة المستهلة. بعضهم يقراها البرد وهي لا البرد الثلج. شوف الوصف البليغ ان الحالول هذا او البرد مع الهواء مع المزنة كيف يجي يوصف جيشه. فيقول انا رمحي بول الخيل ملحوم، وانت رمحك عند سارة تشله. يقول انتم كما حزم طويل ومزموم، واحنا الله خلقنا كما نجوم تهله. شوف كيف يمدح قحطاني، يقول لهم انتم مثل الحزم الطويل المزموم، واحنا الله خلقنا كما نجوم تهله. يقول له انتم كما حوت البحر لاهوم، واحنا الله خلقنا للواهيم عله. يقول له انتم كما طير البحر ذاك ابو الحوم، وطير البحر ما يذبحها غير ظله. شوف الوصف البليغ، لان طير البحر احيانا يشوف ظله في المي وتكون المنطقه ما هي قريقه، عقبها يضربه وتنكسر رقبته وتموت. شوف كيف. المهم لو كاد انه وصل الخبر لابن هادي ورد عليه برساله. يقول حي الكتاب
اللي لفانا من الفخر طبعا رد عليها بكل فخر واعتزاز، يقول له حي الكتاب اللي لفانا من الفخر مرسوم، حيه وحيه من مشابه، حيه وحيه من مشابه حشمة له. يقول ساعة قريته شفته ما عفت مرسوم، رد النقا تركي هو مرتكله. يقول ان تركي قال عليكم مردود، النقا هو مرتكي ولا هو مثل ما يقول سائل عنا. يقول واحنا ما ننشح الا الحرب، والحرب مفهوم، واللي بقى حربنا نضحي له. يعني اذا كان لابد من الحرب لا والله احنا مستعدين. يقول وان كان في نفسه فلا هم اليوم. يقول كان نعم الشوارب تركي وافي الشبر كله. فيقول يقول متوسط ما بين عتبان والبقوم، متوسط ما بين عتبان والبقوم، والله اعلم في ادق سلكه وجله. فيرد عليه يقول له على طار النجم، ترى النجم مفهوم. يقول له ترى النجم يغيب يا ابن حميد. يقول له على طار النجم ترى النجم مفهوم، النجم يهوى والجبل يبقى راس يله، او الحزم يبقى راس يله. يقول له اللي يشوفنا بالحلم يصحى من النوم. يقول ترى اللي يشوفنا بالحلم وكأنه شايف كابوس، يقوم خايف مرعوب. يقول له واللي يشوفنا بالعلم طبعا تصيبه مقص وتوجع بطنه. يقول له اللي يشوفنا بالحلم يصحى من النوم، واللي يشوفنا بالعلم بطنه تهل. فطبعا ابن حميد وابن هادي حقيقة لما تقرأ عنهم وتسمع عنهم فيهم من الدين وفيهم من الأخلاق وفيهم من مكارم الأخلاق الشيء الكثير. يعني اجمعوا كل الخصال اللي ما كانوا في هذا المستوى من الكبر في هذا يعني في ذاتهم، إلا أنهم كانوا من مكارم الأخلاق ومن القيم الاجتماعية اللي سيطرت على شخصيته. حبيت والله اني اسولف عليكم واتونس معاكم. يلا حي.